عايزين برضو نسأل على تجربة التربية العملي في تالتة وفي رابعة. اه طبعا مفيش علم نفس للإعدادي، لأن بتوع تربية عام بيدرسوا في سنة تالتة الإعدادي تمام. وسنة رابعة لثانوية عامة. اه احنا بقى من سنة تالتة ثانوية عامة على طول. تالتة ثانوي على طول. على طول. ايوه. مم. بدأنا طبعا، يعني اول مرة نخش فصل بقى كانت في بداية تالتة جامعة. بننزل من الكلية ندرس في فصول، وطبعا مش بندرس لأي طلبة، دول تالتة ثانوي يعني ناس كبيرة. التجربة الأولى بقى. التجربة الأولى طبعا بتبقى يعني فيها توتر وفيها نوع من القلق. انت داخل تشرح مش بس قدام طلبة، ده انت هتشرح قدام طلبة ومشرف. وقدام زمايلك وقدام مشرف هيقيمك. مم. فالموضوع مش سهل، فالموضوع فيه نوع من القلق والتوتر، وفيه نوع كمان من الحماس. بس احنا عندنا تجربة من أولى وتانية. احنا درسنا. درسنا بس حاجات بسيطة، لكن انت مم. تخش فصل كامل ومعاك زمايلك ومعاك مشرف، ففي نوع من القلق، بس في نفس الوقت زي ما قلت لك بيبقى في نوع من الحماس. مم. انا عايز اثبت نفسي. فكان في تحضير كويس جدا طبعا، ودخلنا وربنا وفقنا يعني. وده بيبان بقى في رد فعل زمايلك. مش لسه قايل لك احنا كنا اخوات كلنا مع بعض. 86. فحتى اللي كانوا معايا في التربيه العملي رد فعلهم عليك من شرحك كله ايجابي. مم. انت عملت تسمع كلام تقييم حلو، مفيهوش نفاق، مفيهوش غيره، مفيهوش صراع. كلام حلو جدا. فده طبعا بيشجع، بيدي طاقه ايجابيه جدا، بالاضافه طبعا لكلام المشرف اللي معاك، ان انت شرحك كويس واسلوبك حلو في المعامله والكلام ده كله. طبعا ده اداني حافز كويس جدا ان انا ابدا يعني اطور في المهنه يعني شويه. اداني بقى حافز ان انا ابدا اشتغل بره. اه طبعا. طيب، ايوه. احنا هنا دلوقتي في سنه تالتة. تمام. خدنا التجربه. ايوه. دخلنا رابعه. سنه الامتياز. تمام. امتياز جبنا فيها تقدير امتياز. في رابعه. تمام. ايوه وبرضه بس. درسنا. اه طبعا. طب الفصول اللي كنا بندرس فيها ولاد بس ولا ولاد لا، وبنات؟ الاثنين. مشترك. لا مش مشترك، يعني دخلنا فصول ولاد لوحدها ودخلنا فصول بنات لوحدها. مم. اه خدنا التجربه مع الاتنين. كنا طبعا الاثنين تجربه بسيطه، كانت ممتعه بصراحه يعني. تمام. جوه مم. الكليه بقى. جوه الكليه. اكيد في تخصصات كتيره في علم النفس. لا، هو علم نفس ما فيهوش تخصصات، بس احنا طبعا في فروع. تخصصات فروع فروع. يعني انت عايزني، كنت بحب انه فرع يعني من الفرع فروع علم بقى النفس. المحبب لحضرتك. الاكلينيكي طبعا. الكلينيك. طبعا الامراض النفسيه بقى وتشخيص الامراض النفسيه وايه سببها وازاي تقدر تتعامل معاها وتعالجها. عارف انت اللايف كوتش بقى، هو أيوة. ده بقى البومب بقى بتاع علم النفس بقى. علشان كده مم. مستر زكي يا جماعه، اللي ما يعرفش هو عنده حلم لو هو بطل تدريس انا عارفه. طيب. انا عارف ايه هو. انا مش هبطل تدريس عامه يعني. لا مش قصدي ابطل ايوه تدريس. ايوه. قصدي ان انا تخصص اعمل تاني مجال يعني. تاني. ايوه انا عارف يا باشا. التخصص. طب اقول ولا ايه؟ ماشي عادي. لا ممكن حضرتك تقول يعني. لا خليه بقى في وقت تاني بقى. خلاص. مم. ماشي طيب. مم. كده احنا كده علم نفس كلينيكي. ايوه. ده كان افضل حاجه مخصصه ده يعني كان لقلب اكتر حضرتك. فرع في علم النفس انا بحبه، مم. وبحب اقرا فيه لحد الان. احنا خدنا برضو علاقه زمايل حضرتك طول فتره الاربع سنين. ايوه. انا عايز بقى حفله التخرج. لا ما كانش فيه حفله مفيش. تخرج. طب اخر يوم امتحانات احنا بنودع بعض. ايوه. قضينا 4 سنين تخيل مع بقى انت بعض. ال 86 هيودعوا بعض. تمام. ممكن مثلا كان في من 86 مثلا حد ما كانتش علاقتك بيه تبقى قويه 100%، مم. تلاقيه جاي يسلم عليك. فحته الوداع دي والانفصال دي كان يوم صعب جدا جدا، يعني انا فاكر كل تفاصيله. لا احكي. حته ان احنا خلاص بقى ان احنا كصبيان لا مش هنسيب بعض، يعني احنا مم. كصبيان احنا مع بس بعض. احنا 6. احنا ستة. 6. تمام، وستة يعني علاقتهم كويسه مع بعض، فاحنا مع بعض ايوه 6 دايما. قدام 80 بنت. ده رقم 80 كبير اخت طبعا. بقى، 80 طبعا. اخت، احنا عمرنا ما اعتبرهم زمايلنا بصراحه، يعني مم. احنا كلنا زي اسره واحده كده يعني. ففكره ان احنا نودعهم او ممكن ما نشوفهمش مره تانية، دي كانت فكره صعبه يعني. مم. فكان في اللقاء كان ممتع، وكان لقاء كله احترام وود ومحبه. وده اللي بيخلي العلاقه تستمر. طول ما في ود واحترام بين الطرفين، العلاقه تستمر سنين. صحيح. فاحنا شوف لحد النهارده انا بتكلم عليهم ازاي. بنتكلم تقريبا في 23 سنة. ومتأكد ان لا. هم بيتكلموا برضو علينا بطريقة كويسة، لان احنا مم. عمرنا ما في حد فينا تصرف بكلمة او بفعل او بأي شيء يعني في حقهم. مم. بالعكس، احنا كنا في منتهى المحافظة عليهم يعني. مم. فده خلق نوع، احنا مع مرور السنين اهو لسه بنذكرهم بكل خير يعني. بالخير طبعا. فربنا يوفقهم في يا حياتهم رب دايما. اللهم امين. كده مم. احنا خلاص. الجامعة شكرا. تمام. التربية العملي شكرا. حصل. اتخرجنا.
اتخرجنا بقى. نبدأ بقى في اه ممارسة حياتنا الحياة المهنية. بقى، الحياة العملية بقى، يعني اه أصعب حاجة ممكن تمر على الإنسان بقى، يعني بتحدياتها بظروفها مم. بالكلام ده كله. بس قبل ما ندخل في الحتة دي، مم. دلوقتي لو احنا ممكن بنكلم طلبة اللي هيتخرجوا من تالتة ثانوي تمام. وعندهم إقبال على إن هم يتخصصوا في علم النفس، تمام. يعني ايه النصيحة اللي حضرتك ممكن توجهها لهم؟ دي بنشوفها كل سنة. مم. كتير من الطلبة يا مستر أنا هتخصص علم نفس، مم. ورغم مشاكل علم النفس في الشغل والوظائف والحاجات دي كلها، إن الطلبة مصممة عليه. مم. لأن الطالب هيخش علم نفس مش هيقتصر بس على موضوع التدريس. طالب داخل علم نفس وحلمه كبير. أي طالب داخل علم نفس مش داخل مضطر ليه، داخل المجال حبه، داخل المجال عشان يكتشف نفسه ويكتشف حياة. فدخول الطلبة لقسم علم النفس دخول رغبة وحب واكتشاف وتطوير شخصية، مش مقتصر على فكر ان هطلع مدرس. لا، ما شفتش طالب داخل علم نفس مقتصر ان يطلع مدرس، ده عايز يطلع دكتور نفسي. دكتور نفسي. ايوه، ده الفكرة اللي في دماغه. طبعا لازم يكمل بعد الكلية. يكمل مم. وياخد دورات، ماشي كده، وبحيث ان هو يحقق حلمه. حلمك ايه؟ حلم ان انا اكون زي لايف كوتش، حلم ان انا اكون مثلا اشتغل مثلا في وزارة العدل كخبير نفسي، حلم ان انا اشتغل في مستشفى مثلا خاصة، مثلا قسم الامراض النفسية، اللي هو بحيث يكون الكلينيكي. اخصائي مم. اخصائي نفسي. مم. تمام. فده حلم اي حد داخل علم نفس يعني. تمام. تمام. عايزين دلوقتي احنا خلاص خلصنا، تمام. عايز بقى ارجع تاني لفكرة ممارسة حياتنا المهنية بقى. اول يوم تدريس ليا انا لوحدي كشغل خاص بنفسي، بقى خدت بقى مكان بقى وهدي دروس بقى. عملنا ايه بقى عشان نشتغل؟ ده كان موقف صعب جدا. مم. يعني تخيل بقى انت واخد مكان وبدأ ناس تجيلك. انا ايوه، الناس بقى فاكر جت على اي اساس؟ الناس بقى يعني لهم علاقة بالمكان، يعني كان بدأناها المكان ازاي يعني بقى؟ هو ايه، يعني في ناس جيرانك او كده فجايين ياخدوا عندك درس، والناس جت حجزت واديتهم ميعاد مم. واستنيتهم وما جوش، ما جوش. قعدوا شهر. انا عايز اخد الاحساس ده بقى، احساس صعب اللي هو جدا. انا دلوقتي رايح اه الدرس، انا مدي ميعاد، استنى الطلبة. لابس طبعا ومجهز بقى حالي ورايح ادي درس، الطلبة ما جاتش. محدش جه خالص. لا ومش يوم، ها، ده شهر. شهر كامل شهر كامل ما عادش بيعبرك، محدش جه خالص. ومحدش بيجي خالص. مم. بس تحس ان انت ايه، قوي في نفسك كده، انت عندك ثقة بنفسك. بس انا من جوه بقى يا باشا انا كل يوم كنت بقعد في شاطر. المكان، يعني كل يوم بقعد مم. مستني حد يجي لي، محدش بيجي. طول الشهر. اه وبعدين عدى بقى الشهر ده لقيتهم جم تاني. معلش كان عندنا مشكلة في المواعيد والحاجات دي. الطلبة. هم اه كانوا بدأوا يعني طبعا مع حد هم تاني اكيد خدوا وكده. تجربة طبعا بره ورجعوا ايوه تاني. ايوه. طبعا. مم. قلت لهم مفيش مشكلة عادي، تحت مم. امرك، نبدأ تاني. طبعا بقى فكرة التحضير بقى للدرس أول مرة، أنت عايز تثبت نفسك، مم. عايز تثبت وجودك، فتحضير كتير مع وجود بعض القلق، اللي هو القلق مش القلق المرضي، لا قلق اللي هو يخليك تذاكر، يخليك تاخد بالك من نفسك وشغلك يعني. فجئنا بقى رد فعلهم بعد الحصة. أنا مش هسألهم إيه رأيكم في الحصة، لا أنا طبعا. لقيت رد فعلهم من إيجابي. كم طالب؟ أول ما جه خالص كانوا 4. 4. مم. دي يا جماعة رسالة للناس اللي بتبدأ. اه مستر زكي فكري بدأ ب4 طلاب. ايوه، السنه اللي بعدها كانوا 2. خلاص يا جماعة، النصيحة اللي أنا بقولها ارجع فيها تاني. لا بعد كده زادوا بقى، يعني السنه اللي بعدها ماشي. بدأوا 2، جم 2. سنة كام؟ لا ثواني، سنة كاملة ب4 طلاب. ب4. دي سنة كام بقى؟ تقريبا كده 2006 2004 2005. لا انا 2005 آه. متخرج 2005 2004 في الحدود دي. تمام، يعني نقول 2006 مثلا. 2005 2006 حلو. مم. 4 طلاب 4 طلاب سنة كاملة. سنه كامله. مم. مم. والسنة اللي بعدها؟ بعدها بقى بدأت ب2، والاتنين كانوا بنتين. مم. عجبهم شرحي جدا، واشتغلت معاهم بضمير ان يجي حد ما مفيش. بيجيش. شهر 2 3 شهر 2 3 احنا ما كده بيجيش داخلين في حد سنة. خالص. حد ما قلت لهم قالوا لي يا مستر عايزين نعترف بحاجه، قلت لهم اتفضلي يا حبيبتي. قالوا احنا عشان معجبين بشرحك مش راضيين نقول لحد عليك. اوه، ليه يا بنقابل حبيبتي كتير كده. ليه يا بابا كده؟ قلت لك عشان خاطر ما يجيش يزحمونا في المجموعه. قلت لا يا حبيبتي انت مجموعتك لوحدك، وانا هعمل لهم وأنا هعمل مجاميع تانية تانية حبيبة لوحدهم قلبي. عادي. بعد كده بدأ ربنا بقى يسهل لي بقى، جم بقى ال4 بقوا 6، والعدد مم. بدأ يزيد يعني بفضل احنا لسه ربنا. دلوقتي نقول 2006 2007. بالظبط كده. تمام، يبقى السنة اللي احنا بدأنا فيها تدريس نقول 2006.
تمام. تقريبا. ايوه. اول يوم مع الطلبه حضرنا تحضير جامد جدا. ايوه طبعا كان وعملنا كان شغل عالي تحضير قوي قوي يعني. جدا طبعا عشان خاطر تحاول تثبت نفسك يعني. بالنسبه بقى للمواقف اللي قابلناها في اول سنه تاني سنه مع 4 طلاب 2 طلاب، اكيد في مواقف مباشره بتحصل بيننا احنا الاتنين. يعني ايه بقى المواقف اللي حصلت؟ بص، هي الفكره كلها انا اللي كان شاغل تفكيري اكتر مم. اني شايل مسؤوليه. انا حاسس ان الاربعه دول او الاتنين دول او العدد مهما كان، انا مسؤوليه شايفه عدد كبيره. كبير. مم. يعني انا شايفه بالنسبه لي انا مش عدد صغير، انا شايفه بالنسبه لي عدد كبير، وشايف اني شايل مسؤوليه. مم. يعني انا شايل مسؤوليه 4، انا شايل مسؤوليه 2، انا دول تالتة ثانوي، اي هزار لا هيدمرهم. ثواني، يعني احنا بدأنا ندرس ثانوية عامة على طول؟ ما فيش غير ثانويه عامه. اه، ما كانش لسه في بقى لا علم لا نفس لا، والفلسفة علم أولى نفس ثانويه وتانية؟ عامه على طول. ثانوية عامة على طول. ايوه. يعني احنا دلوقتي متخرجين من الكلية مثلا 23 سنة تقريبا. ما هو في الحدود دي شايلين مسؤولية 4 طلاب ثانوية انت عامة. داخل على طول ثانويه عامه على طول. مم. ايوه. دي برضو مسؤولية كبيرة ايوه. فعلا. فطبعا بعد كده يعني فكره ان انت اي تقصير في حقهم، انت لو قصرت في اي درس من الدروس ما حضرتوش ممكن يجي في الامتحان. مم. فكان عندي حته الوسوسه دي، انا ما ينفعش ان انا افوت حاجه، لا انا عايز احضر كويس جدا، انا عايز اكون يعني عشان خاطرهم مم. مش خاطر نفسي كمان. فانا ما كنتش باصص للعدد ولا كنت باصص للامكانيات ولا كنت باصص للماديات، انا كنت بشتغل اعمال تانية زائد الدروس. طبعا انا ما فيش دخل يعني. مم. انت ايوه، انا هتصرف كنت على برضو نفسك عايز ازاي اسأل اصلا في حاجة يعني؟ زي كده. ايوه. دخلهم بسيط استقلال مادي جدا. بقى، كان هيبقى في عندي ايوه استقلال طبعا. مادي انا لنفسي. انا خلاص بعد الجامعه او في الجامعه كمان يعني من مم. الجامعه انا خلاص بقى ايه، حته المصاريف عليا انا. مم. يعني حتى في فتره الجامعه ممكن يبقى في شغل بين كل سنه وبين في الاجازات والكلام ده. الشغل ايه بقى؟ اشتغلت في مجال الادويه، توزيع ادويه وحاجات زي كده يعني. حاجات برضو اللي هي ما فيهاش ايوه. واشتغلت مثلا ممكن نطلع مثلا في الاجازات فنادق او حاجه زي كده مم. يعني. شغل بسيط يعني اعتقد شغل كله راقي برضو. ايوه هو الشغل الشغل بسيط كله راقي وكل حاجه، ايوه. لكن احنا بنقول مم. شغل مش اللي فيه بس بهدله فكره يعني. ان انت تجيب مصاريفك، مم. يعني فكره هات مصاريفك، لبسك، كتبك، الحاجات دي كلها يعني. فطبعا انت اتعودت ده من الجامعه، انت تجيب مصاريفك ولبسك والحاجات دي، فمش هتخلص جامعه بقى تاخد فلوس من حد. مم. والدروس مصاريفها قليله، انت عشان تجيب لهم هديتين 3 صرفت اللي هم بدولك اصلا. صرفت الشهر كله. فبدانا بقى فكره ان احنا نشوف شغلانه اضافيه، ولكن مين الاساس عندك بقى؟ التدريس طبعا. التدريس. مم. لدرجه اتعرض علينا وظائف بمرتب عالي جدا، بس انت هتضطر تسيب الدروس. مم. القرار رفض. قرار جريء. انا مش شايف نفسي غير مدرس. بس قرار جريء في وقت صعب. أنا اي محتاج. حد هيتعرض العرض ده هيوافق ويرفضه يبقى ما بيفكرش يعني. مم. لكن انا مش شايف نفسي غير مدرس علم نفس. خدنا كام سنة بقى لحد ما بص بدأنا مش كتير، نحس ان صدقني بقى مش فيه كتير، ذكي فكري؟ بفضل ربنا ما كانش كتير يعني. انا شفت احنا مرينا في البدايات كانت عدد صعبة بسيطه جدا جدا طبعا. جدا. تمام. بفضل بقى ربنا الاعداد بدات تزيد مره واحده، ما اعرفش ازاي، مم. مره واحده كده. في طبعا في سنة كده بتبقى سنة الانطلاقة، اللي هي ايوه. السنة اللي حسيت فيها خلاص ان بقى في اسم ذكي فكري موجود في المكان. ممكن مثلا بعدها بسنتين 3 ولا حاجه يعني. 2 3 طبعا. وقت قليل جدا. لا يعني يعتبر كويس. يعني نقول مثلا في حدود 2009 2010. في الحدود دي مم. بدأ بقى ان انا يبقى عندي مجاميع بقى واعداد وحاجات زي كده يعني. طيب هل في بقى اي مش هنقول مساعدات، ولكن هنقول مثلا حد وقف جنبي في بداية مشواري شوف حضرتك في التدريس؟ الزملاء آه. في المهنه يعني. طبعا برضو انا محظوظ برضو في نقطه زي كده، ان علاقتي مع زمايلي المدرسين علاقه طيبه جدا، وانا استفدت منهم. يعني انا استفدت من زمايلي المدرسين رغم ان انا يعني كان اجتماعيا مش قوي. مش اجتماعي أوي. مش اجتماعي قوي، مم. بحب اكون مع نفسي شويه يعني، مركز في شغلي بس يعني. ولكن هم طبعا انا اي حاجه كنت بص، دايما اي شخص في بداياته محتاج مرشد. صحيح. يعني اي شخص في بدايته بيبقى محتاج حاجه اسمها مرشد. مم. مرشد يعني يوجهني، مرشد يعني ينصحني، وخاصه لو في تخصصي. فانا رزقت بشخص ما زالت علاقتي بيه قويه، اسمه الاستاذ وائل مسعد. وائل مسعد. وهو مؤلف كتاب اسمه المرجع الشامل، طبعا. وحاجه قويه جدا يعني. وده مدرس علم نفس وفلسفه ولكن بدرجه كبيره جدا. ده موجود في نفس مكاننا ولا في مكان تاني؟ في طنطا. طنطا. ايوه. ازاي جت العلاقة بقى؟ كان هو مدرس في قليم يعني كان بيجي قليم ورحت اسافر تاني يعني. فتعرفت عليه من خلال التربيه العملي، وما زالت علاقتي بيه مستمره لحد النهارده. واي حاجه ممكن اساله فيها وهو نتكلم ونتناقش مع بعض، وعلاقتنا مم. وديه جدا يعني.
ففي بدايه المشوار بيبقى اي شخص محتاج مرشد ليه، اعمل ايه. دايما كنت الجا له في حاجات كتيره جدا، هو دايما ساندني في كل حاجه لحد النهارده برضو مم. يعني. طبعا العلاقة، فربنا يحافظ عليه دايما ربنا يعني. يا رب يبارك فيه دايما. الله يخليك. طيب زي ما في يعني حد ساعد، مم. ممكن يكون في حد كان عقبة. بص، بدايه اي مشوار وبدايه اي نجاح اي حد لازم يكون في تحديات وصعوبات كتيره. مم. مفيش نجاح بدون تحديات، كلام طيب ايه بقى معروف. الصعوبات اللي واجهتنا في البداية؟ الصعوبات ما كنتش مركز عليها. هو كان في صعوبات ان هو ده عيل صغير، مم. ده مش هيساعدك، ده هيضيعك، و كلام 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 كلام. مدرسين طبعا. بص يعني مع ان كانت العلاقه كويسه، ولكن طبعا بيبقى في ساعات بيبقى التنافس بيقلب بغيره او بصراع، ولكن احنا ما كناش مركزين على الكلام ده خالص. مم. ما هي لازم الغيرة تيجي بقى، احنا بنقول ان احنا في 3 سنين ما هو حققنا نجاح بدايه كبير جدا. بدايه اي نجاح لازم طبعا بيكون فيها نوع من كده يعني. مم. فدي الفكره اللي احنا بس ما ركزناش عليها، مم. ما شغلتناش ولا شغلنا كلامهم. احنا باصين على هدف معين عايزين نوصل له بس، وهدفنا الاساسي في اللي احنا عايزين نوصل له تمام هو الطالب اللي معاك. وطبعا الطلبة فاهمة طبيعة الكلام ده كله. يعني انا مش بفكر ان انا اكون مدرس ناجح، عمري ما فكرت ان انا اكون مدرس ناجح لحد النهارده. ما فكرنا في ايه؟ انا كل تفكيري انا معايا طالب عايز اوصله لمستوى حلو، انا معايا مم. طالب عايزه يبقى مبسوط وينجح، انا معايا يعني احنا طالب عايز بنفكر يجيب في مجموع الطالب حلو. بس. بس ده اللي شاغل تفكيري في كل سنوات حياتي. انا عمري ما حسيت ان انا مدرس ناجح ابدا. مم. طيب عايز برضو انتقل لحتة المنهج القديم. تمام. فكرة التوقع في المنهج القديم كانت سهلة جدا. ده احنا كنا مميزين بها جدا دي بقى. يعني لو مم. الامتحان 50 سؤال يبقى ال50 سؤال متوقعين. بص احنا بنحط التوقعات يعني يخش الامتحان تلاقيها بالنص. طيب الحتة دي بقى دي طبعا لعبت دور. عملت ايه مع المدرسين اللي بره؟ انا ماليش دعوه بالطلبه، الطلبه خلاص ولادنا اه وفاهمين. عملت ايه مع المدرسين اللي بره اللي احنا بننافس منافسه شريفه طبعا، لكن ما- عملت ايه معاهم؟ بص حضرتك برضو الفكرة انا ما كنتش مركز مع اي حد بره. امم. يعني انا مش مركز ان انا يعني هل انا اثرت على حد تاني ولا حد تاني اثر عليا خالص. انا كان كل تركيزي برضو على فكرة ان انا عندي هدف باصص له مش اكتر. لا بصيت على كلام حد ولا بصيت على رد فعل مدرس عليا او كلام مدرس عليا خالص، بالعكس. طيب هل التوقع ده اللي كان في المنهج القديم بيتم دلوقتي في المنهج الجديد؟ اطلاقا. خالص. المنهج الجديد المنهج الجديد ده عامل دربكه معانا خالص في النقطه دي نشرح يعني. حاجه والاسئله حاجه تانية خالص. ايوه طبعا مم. يعني لكن الفكره، بص فكره اصل السؤال. الفكره في توزيع. امم. في المنهج القديم كان كبير بس كان في فقرات اساسيه يعني ايوه دي معروف دي جايه. معروفه تيجي في الامتحان. ايوه بالظبط كده. امم. لكن بقى حتى لما كنا مثلا نخش فصل في ايام التربيه العملي ويبقى فيه صبيان العيال الاحجام يعني. ايوه طبعا ثانويه عامه بقى. ايوه وبعدين الثانويه عامه عنده بقى فكره ان انا راجل يعني ما كده. تكلمنيش كده. أيوة. ففي بس على شغب، مين؟ في شغب. وانت واحد في جامعه اه والمفروض تسيطر على على الفصل. ده ايام العملي بقى. اه اسيطر عليه بسؤال. بص ما ينفعش اسيطر على الطلبه بالعنف، صحيح. مش هعرف، آه. مش هقدر، انا ما بعملش اطفال. لكن ممكن اسيطر عليهم بالاحترام، ممكن اجذبه بطريقه تانية. اقول مثلا الفكره دي لازم تيجي في امتحان ثانويه عامه، اسمع السؤال ده كده واقول سؤال سهل. الاقي الكل بدا يرفع ايديه، سابوا فكره الدوشه والكلام، بداوا يركزوا في فكره الاجابه. مم. خدت انتباههم لزاويه انا عايزها، بحيث انا اللي متحكم فيهم، مش هتحكم في دوشتهم، انا هتحكم في عقلهم. مم. بس فدي كانت طريقه ان انا ممكن اسيطر بقى على الطلبه بتوعي. من هنا بقى عايزين نعرف علاقة حضرتك بالطلبة بص عاملة انا ازاي؟ الطلبه بتوعي دول هم اهم حاجه في حياتي. مم. اول اولوياتي هم الطلبه بتوعي. طبعا والبيت بقى ما هو البيت طبعا. هنوازن ازاي ما بين الاتنين؟ صدقني لو اقول لك الاتنين في نفس المستوى عندي. مم. انا الطلبه عندي حاجه كده فكره مقدسه يعني. طب انا عايز احكي موقف، احنا يعني هو خارج البودكاست خالص. كنت في محاضرة والكلام ده كان في الفترة اللي تم فيها الغاء علم النفس والفلسفة من 3 سنة. تمام. فكنت بشرح خلاص، فالطلبة لقيتهم يعني متنشنين كده متضايقين قوي. ايه يا جماعة؟ فسألوني هو حقيقي فعلا علم النفس والفلسفة اتلغت؟ مم. ف انا قلت لهم ايوه خلاص اتلغت.
تتوقع رد الفعل كان ايه؟ احكي لي. سابوا المحاضرة وعيطوا، بأمانة والله. اه ودلوقتي لما احنا نحكي الموقف ده يعني اصحاب الشأن هيعرفوا احنا بنتكلم على مين. ولكن انا سألت سؤال بعدها، قلت لهم هو انتوا زعلانين علشان علم النفس اتلغى؟ فكان الرد عليا احنا مش فارق معانا علم النفس، احنا زعلانين عشان مش هنشوف مستر زكي تاني. حبايبي. فدي وصلتني لفكرة ازاي مستر زكي وصل لقلب الطالب قبل ما يوصل لعقله، في انه يأثر التأثير ده كله لدرجة انه يعيط انه مش هشوفه تاني. انا اللي شاغلني مش هشوفهم تاني، مم. اللي شاغلني انا مش هشوفهم تاني، وانا مش هبقى معاهم في اصعب سنه في حياته. مم. هي دي الفكره. ازاي انت هتواجه موقف صعب وانا ما اكونش معاك؟ انا لازم اكون معاك، مم. انا ظهرك، انا سندك. اقول له ما تشيلش هم، انا معاك. مش عارف تذاكر، هنظم لك مذاكرتك. مالكش نفس، هفتح نفسك على المذاكره. مش هسيبك اخر يوم في الامتحان، هودعك في الفتره دي. مم. لكن اسيبه في ثانويه عامه وانا مش معاه، اصعب موقف مريت بيه في حياتي. طبعا احساس صعب. سيبك من الماده، مم. انا عشت معاهم، ومفيش بينا ماده دراسيه بس. عارف احنا اهل، عيله. التواصل بيني وبين الطلبه مش تواصل مدرس مع طالب، خالص خالص خالص. احنا ممكن تلاقي الطالب جاي يحكي لك كلام مش ممكن يحكي لوالده والدته. تلاقي حد وقع في مشكله، الحقني. ده اشمعنى انا؟ العلاقه بينا علاقه قويه جدا. زي ما قلت لك، انا سندك في السنه دي. بعد كام سنة تدريس تالتة ثانوي؟ خدنا كام سنة ندرس التالتة؟ احنا معاك من 2005. 2005. ايوه. فترة كبيرة جدا طبعا. طيب احنا دلوقتي خلينا الاول قبل ما ندخل على اولى وتانية، خلينا ناخد بس فترة تالتة دي. تمام. فترة كبيرة جدا، مليانة مواقف، يا نهار ابيض. مليانة حكايات. احنا مليانة عايزين قصص. ناخد كده ايه، اجزاء من الحكايات دي كلها. يعني المواقف اللي اثرت في حضرتك وقتها، طالب شفته بالنسبة لك كان يعني ممكن يكون طالب ملهم استفدنا منه حاجة، احنا برضو بنستفيد من الطلبة. عايز اقول لحضرتك على حاجه في النقطه دي. انا استفدت من الطلبه اكتر مما فادوني. ودايما الطلبه اللي اتعلمت منهم كانت قصصهم مؤثره. طلبه عندها شغف بالتعليم، عندها طموح واصرار مش ممكن حد يشوفه، رغم وجود تحديات وصعوبات مش ممكن حد يعرف يقاومها. مم. انا اكتر طلبة استفدت منهم طلبة عندهم شغف بالتعليم وعندهم اصرار رغم صعوبات كتيرة واجهتهم. يعني اذكر طالبة كانت بتجيلي مفيش مواصلات بين المدينة وبين بيتها، مم. لانها وسط اراضي زراعية. كانت بتمشي تقريبا ساعتين مشي عشان توصل البيت وتيجي هنا. فجت مرة متأخر في الدرس، هي ما حكتليش، فلاحظت تأخيرها. قلت لها لو سمحتي ما تتأخريش تاني. قالت لي حاضر يا مستر. ده انا حصة اتأخرت، تعالى لو سمحتي بلاش كده. مم. قالت لي حاضر. مش تحكي لي بقى، حاضر وخلاص. وشاطرة، يعني انا بحترمها لمستواها وتفوقها. فبعد كده قلت لها وانت بتأخري ليه؟ قالت لي بص انا يعني عشان اروح واجي لك بقعد ساعتين مشي مم. طب ما فيش مواصلات؟ لا. فطبعا لما حكيت لي الموضوع ده انا قدرت يعني حاجه زي كده. طبعا انت يعني ربنا معاكي. الاصعب من كده ان والدها ووالدتها متوفيين. كمان. توفوا، وكان الوفاه كانت قريبه، وهي اللي شايله مسؤوليه البيت ما بين اكل ونظافه وغسيل ومسؤوليه اختها الصغيره. تمام. ودراسه متوفقه فيها جدا. وما تشكيش يعني، رغم شوف انت عندك طلبه ممكن يكون متوفر عندهم كل الامكانيات، صحيح مظبوط، اي حاجه يطلبها تتوفر له، ورغم كده معذب اهله في المذاكره. ودي مفيش اي امكانيات. ولكن هل تشتكي؟ ممتازه وشاطره وتفوقت وجابت مجموع عالي جدا، وهي دلوقتي مدرسه ومعروفه ومشهوره كمان. كمان.
سبحان الله، ربنا بيكافئ طبعا. فدي قصة. لكن انا هتقولي على مدار السنين انا اتعلمت كتير منهم. مم. طلبة هم اول اولوياتي فترة كبيرة جدا طبعا. وما حسيتش بيها صدقني. بس في حاجة برضو كانت يعني شغلاني قوي، نفسي اسأل فيها. ايه اللي بيجبر الطالب انه يصحى من النوم الساعة 5 الفجر؟ صح. انا ببدأ بدري فعلا. ها؟ يجبر الطالب يصحى من النوم 5 الفجر، مم. وخاصة في فترات الشتاء اللي احنا فيها دي، بتبقى جو لسه ضلمة. ويكون موجود الساعة 6:30 قدام مستر زكي. ايوه ومستحيل يتأخر. ايوه. ايه الفكرة دي؟ ومش من البلد، مش ايوه، من من بره، مش كله من مدينة، بره. كله ايوه من بره. ايوه صحيح. يعني سفر. ايوه، ازاي بقى وصلنا ويجي. لحاجة زي كده؟ مش عارف صدقني هي. ازاي اجبرنا طالب انه يبقى آه، ملتزم جدا اكتر من المدرس ويبقى موجود الساعة 6:30؟ هو مش جاي ياخد درس اه. وانا مش نازل ادي درس، مم. احنا جايين نقعد مع بعض. ففكرة الدرس بالنسبة لنا مش معلومة وروح، لا بس خالص. اعتقد كمان ده بيظبط قوي يوم الطالب. بص، هي الفكرة ان احنا يعني في المنطقة، وزي لسه قايل لك علاقتنا المهنية مع الزملاء مم. منظمين دنيتنا، بحيث الطالب يطلع من هنا على هنا على هنا على هنا ويخلص وقته بدري ويروح. تمام، ده اليوم طالب كده تالتة. بتقعد تنظم قوي يعني. ايوه، مم. احنا برضو بالتعاون مع الزملاء كان فكرة كويسة جدا، بحيث احنا ما نضيعوش وقته. دي حاجة هو عظيمة محتاج برضه. وقت إنه يذاكر. مم. فدي كانت اهم نقطة احنا بنراعيها كزملاء مع بعض. مم. يعني احنا بنبدأ اليوم من 6:30 الصبح. انا معروف كنا يعني. بنخلص الساعة كام؟ الساعة 6 المغرب بقى. هنا بقى وزننا ازاي ما بين البيت وما بين الشغل؟ بص، هو في البيت طبعا انا كنت مقصر، يعني انا مش مم. هقول لك انا كنت، يعني انا كنت مقصر في حق البيت شوية. ولكن بقى انت عارف طبعا بقى الزوجة بقى الكويسة واللي ممكن تشيلك واللي ممكن تستحمل احنا ما علشانك اتكلمناش في الحتة دي خالص. واللي ممكن تعوضك بقى. الحتة دي هي كنا طبعا اتكلمنا عن يعني كل الناس. طبعا الناس وجودها سيرة الموضوع ده خالص. وجودها كان كان مهم سنة كام بقى؟ جدا. الزواج يعني مم. 2012. 2012 بعد ما مم. كنا زكي فكري بقى. برضو يعتبر يعني كان يعني ايوه. ما كانش لسه برضو طاقة قوي يعني، بس كانت كويسة يعني، كانت مم. الدنيا حلوة مرتاحة يعني في الدروس. يعني هل دلوقتي بنقدر نوازن برضو ما بين البيت والشغل ولا لسه مقصرين؟ برضو يعني على قد ما اقدر برضو انا بحاول اعمل، لكن هي برضو هي لها الدور القوي يعني في طبعا في الاساسي. تربية الأولاد بقى هي أكيد. بص، الزوجة هي اساس البيت، مم. معروفة يعني. ده أكيد طبعا. طبعا. يعني نقدر نقول إن العلاقة بالأسرة طبعا هي علاقة وطيدة وباينة لا، جدا الحمد في لله. كلام حضرتك على الحمد الوالد لله. والخال الحمد لله. العلاقة باينة جدا من ايوه البداية يعني. ايوه. وأكيد نشأنا في أسرة يعني متعاونة جدا في فترة التعليم ومتعاونة كمان في فترة العمل. طبعا وده يعني يمكن أثر بشكل كبير جدا يعني. الحمد لله على كل حال. طيب، هل حضرتك حققت اللي بتتمناه ولا كالعادة يعني طموحنا لسه ملوش حدود؟ بص، انا بشكر ربنا على كل حال طبعا. طبعا، بس كطموح انا لسه ما نجحتش. ايوه، يعني حضرتك لسه قاعد دلوقتي انا ما ببصش لنفسي كمدرس ناجح. مم. لا، لسه انا لسه عايز اثبت نفسي. كمان. ايوه. بص، هقول لحضرتك على حاجه يا استاذ محمد. اتفضل. اي حد بيبدا ليه نهايه، يعني كل بدايه لها نهايه. مم. شطاره المدرس يطول المده اللي بينهم. حلو دي قوي. دي النقطه اللي انا يعني عايز اقول لحضرتك عليها يعني. مم. يعني انت هيجي لك وقت وخلاص، انت جيت استلمت الرايه من شخص، صحيح. هتسلمها لشخص تاني، سنه الحياه. مظبوط طبعا. ولكن شطارتك ان انت تطول المسافه اللي بينهم. مم. طيب هنا بقى خلاص العدد طلبة كله تمام. الحمد لله. وصلنا بقى لفكرة ايه؟ انا رقم واحد. كل مدرس مم. بيجيله اللي هو فكرة جنون العظمة ده اللي هو انا ومفيش غيري. طبعا. حضرتك بقى تغلبت على الفترة دي ازاي؟ ما هو انا لسه ما حسيتش بيها عشان اتغلب لسه. عليها. صحيح احنا بنتكلم في ان انا مش احسن حد. انا لا لا يا عم، ده آه. ده في ناس اعظم مني بكتير لا يعني. بس اكيد بيجي لنا فترة زي لا دي. صدقني، ده انا ثقة في النفس بستفاد. شوية. انا بستفاد من زمايلي. مم. يعني انا عمري ما بصيت ان انا شاطر في مادتي، انا بصيت ان انا بتعلم من زمايلي. مم. حتى الاصغر مني في السن، دول اكتر ناس بتعلم منهم. كمان. طبعا اوعى تستصغر حد. انا عايز اقول لك مثلا على مواقع التواصل، انت عشان تطور نفسك بتطور معلوماتك. طبعا. دور، عندك رغبة في المعرفة وفي الاطلاع. وفي طبعا جروبات كتير تخصص علم نفس، طبعا انا استفدت منهم جدا، زملاء محترمين. جروبات دار افلاطون، جروب الفضيلة، جروب المرجع الشامل. دي كلها جروبات موجودة على الواتساب والفيسبوك. مم. فيها كمية مدرسين اخوات، داعم ليك في اي وقت، سند.
اي معلومات محدش بيبخل بيها، بيوفر لك على طول المعلومات، بيوفرك اي حاجه انت محتاجها. اي حاجه صعبه، في كميه تعاون في مجال علم النفس شفتهوش في اي تخصص تاني. فعلا احنا اسره علم نفس. دي حاجة عظيمة جدا. طبعا انا العمل الجماعي ده يفيد طبعا. بشكل كبير جدا. انا عايز بس انتقل بالاسئلة كده لحاجة مهمة تانية. اتفضل. تحضير حضرتك للشغل. ايوه. في بعض المدرسين ممكن الاسيستنت بيحضر له شغله ويجهز له كل حاجة. لحد النهارده مستر زكي فكري لسه هو المباشر الاول على تحضير شغله. طبعا مم. انا بذاكر كل يوم اصلا. مم. يعني انا بحب ان انا ما اعتمدش على مذاكره السنه اللي فاتت. لا، انا السنه اللي فاتت دي معلومات، اكيد في معلومات زياده، مم. اكيد في معلومات انت ممكن بدل ما تديها بحجم كبير تديها بحجم صغير، ودي بقى عنصر الخبره. يعني عنصر الخبره انا بديك المعلومه بمنتهى البساطه بكميه قليله، مش بلف وادور في المعلومه، فممكن اشرح لك اشرح كميه كبيره بس في زمن قليل بابسط المعلومات. مم. فتلاقي الطالب بالنسبه له المعلومه إيه السهوله دي، ما الماده سهله. سهلنا للطالب الموضوع يعني. طبعا بدل اللف والدوران يعني ودلوقتي كمان الحصول على المعلومة بقى سهل. دور التكنولوجيا والسوشيال ميديا بص والحاجات دي. الجانب التقني او التكنولوجيا والتحول الرقمي اللي حصل ده وفر كميه معلومات مش ممكن حد يتخيلها. طبعا حضرتك دلوقتي بدأت تاخد التجربة. هي تجربه متاخره شويه بس مم. يعني بدانا فيها الحمد لله، بقالنا فتره بسيطه مش كده. متأخرة ولا حاجة، كل حاجة طبعا في وقتها طبعا المناسب يعني. الحمد لله على كل شيء. اعتقد ان الشغل على الارض كان واخد ما الوقت كانش اليوم في كله، وقت فما ان كانش فيه انا الوقت. ما كانش في وقت ان انا اخش على مجال اليوتيوب او ان مم. انا اخش اقتحم المجال ده. وخصوصا كمان كان في ناس متخصصة في المجال ده اكتر، يعني هم معروفين بالاسم يعني على مجال اليوتيوب، ولكن احنا يعني كبدايات، عشان كده بقول لك انا لسه بادئ يعني في المجال، بس متفائل خير ان شاء الله يعني. السنة اللي كل الناس بدأت تبان فيها على السوشيال ميديا او على اليوتيوب اعتقد سنة الكورونا. بالظبط حصل. السنة دي عملت طفرة كبيرة جدا في التعليم في مصر. جدا. كل الناس اللي كانت بتشتغل يوتيوب وكده هم اللي ظهروا قوي بشكل كبير دلوقتي. وهم المسيطرين لحد الان. دي حقيقة. حصل. مظبوط طبعا. هنتقل كده لوجهة نظر حضرتك في النظام الجديد. النظام الجديد. اه اه اللي هو اعادة هيكلة الثانوية العامة. بالظبط. طبعا بص، اي نظام جديد احنا مع التطوير والتغيير. مم. التطوير والتغيير هو افضل شيء، ومصر واخده يعني دور كويس قوي في تطوير التعليم، بس اي تطوير بيبقى ليه مزايا وله عيوب. تمام. مشكله النظام الجديد ان هو قضى على بعض المواد، وقضى على بعض المواد الاساسيه بحجه تقليل مواد، ولكن هو في الاساس توفير اعداد للمدرسين يعني. ايوه صح. ففكرة إلغاء مادة مثلا زي اللغة الفرنسية ده طبعا قرار أنا شايفه قرار ضربة يعني صعبة صادم أوي. وقرار خاطئ جدا، لأن فكرة تطوير اللغات هي الفكرة الأساسية. مم. التعامل مع الشعوب المختلفة هي الفكرة الأساسية طبعا. بالإضافة بقى لفكرة كمان إلغاء المواد الفلسفية من الصف الثالث الثانوي، فكرة إحنا طبعا قابلناها، هو كان قرار غادر يعني، كان في نوع من الغدر، مم. جه فجأة. انا عايز اخد يعني احساس حضرتك في اليوم ده عامل ازاي. طبعا اليوم طبعا كان بالنسبه لنا صدمه كبيره، مش هقول لك حاجه زي كده يعني. مم. وكانت الصدمه الاساسيه في ان انا بفقد طلابي، هي دي كانت طبعا الصدمه كنا الكبيره. بدأنا السنة الجديدة. طبعا كنت بدات واشتغلت طبعا. واشتغلنا خلاص طبعا وخلصنا جزء من المنهج. خلصت جزء كمان مم. كويس جدا يعني. اول مرة حضرتك تسمع الخبر ايه اللي حصل؟ ما كنتش مصدق بصراحه، كنت مم. بعتبر ان هو يعني اشاعه طالعه والكلام ده، بس طبعا لما اكدوا الخبر ما هعمل ايه. مم. تمام يعني ربنا هيعمله. خلاص اه قفلنا صفحة تالتة سنة. قفلناها، ولكن مش مقتنع بالقرار يعني، انا الفكره مش مقتنع بيها. انت بتلغي ماده وناس كتير يقول لك لا الماده احنا عايزين نواكب العصر. انا عايز اقول لك ان ماده الفلسفه هي من اكتر المواد اللي بتواكب العصر. ماده الفلسفه هي من اكتر المواد اللي ممكن تدعم القيم الايجابيه عند اي انسان. مم. هي ماده التربيه الاخلاقيه، هي اللي بتعلم الانسان الحريه والعداله، بتعلم الانسان الحق، هي اللي بتبعد الانسان عن العنف والتطرف والارهاب. هي ماده الفلسفه. انت لو عايز تبني انسان نافع لمجتمعه، وعايز تبني مواطن صالح، هتدرسه فلسفة. الفلسفة هي من اكتر المواد اللي بتعالج عيوب المهن. لو في مشكلة في اي مهنة، الفلسفة هي اللي بتكتشف المشاكل دي وبتحلها. هي الفلاسفة والمفكرين دول هم اللي بيكتشفوا الخفايا اللي في المجتمع، مم. ويقدروا ازاي ان هم بافكارهم يحطوا لها اصلاح وعلاج. الفلسفة هي اكتر مادة
بتدعم الدولة، يعني الدولة متجهة نحو التغير المناخي والحفاظ على البيئة. الفلسفة هي أكتر مادة بتأكد على الحفاظ على البيئة، وبتعرفك إيه هي مشاكل البيئة وإزاي تقدر تحلها. مش بس بتعرفني المشاكل ده، إزاي أنت تعالجها. مم. هي أكتر مادة بتحافظ على حقوق الأجيال اللي جاية. يعني فكرة قضية المياه، احنا لو فرطنا فيها هيعاني منها أجيال جاية بعدين. هي دي أكتر مادة بتحافظ على حقوق الأجيال اللي جاية. فلما يطلع شخص يقول لك الفلسفه مش بتواكب العصر، ده شخص لا عمره سمع عن الفلسفه ولا قرأ فلسفه ولا حتى يعرفها. طبعا القرار زي ما حضرتك وصفته كان قرار غادر وبعدين هقول وصعب. لحضرتك على حاجه برضو، مم. اي تغيير بيبقى ليه مزايا وعيوب، مم. فهم بيعيدوا التفكير مره تانية. دي مواد مستحيل هتتلغي من التعليم مهما حصل. اي اعاده للتفكير مره تانية، المواد دي ان شاء الله راجعه باذن ربنا. بإذن الله. كده احنا نقول قفلنا صفحة تالتة سنة. تمام. طبيعة التعامل مع طلاب أولى وتانية جديدة علينا. انا اول سنه اتعامل مع طلاب اولى، مم. تانية معايا، يعني تانية معايا من زمان اصلا، مم. لكن اولى دي اول سنه اتعامل مع اولى. يعني طبيعة لاحظ مختلفة. نهائي، يا نهار ابيض، ده طبيعه مختلفه خالص. انت بتتعامل مع طالب من اعدادي 15 داخل سنة، ثانوي. 16 ايوه سنة. فبيجي لنا طبعا الاحجام اختلفت كمان. أيوة طبعا. والشخصيات طبعا. كنا يعني بنتعامل مع فكر طالب التالتة بتعامل انت مع اخواتك، بتعامل مع اصحابك. ناس كبيرة طبعا. ايوه. طب عايز بقى أعرف إيه الصعوبات اللي بتواجهنا دلوقتي مع أولى؟ مشاكل اولى ثانوي، اكبر مشكله بواجهها مع طالبه اولى ثانوي انعدام الدافع وانعدام الشغف. مم. مفيش طالب عنده دافع انه يجتهد ويذاكر. لسه الطالب ما كونش الفكرة اللي ممكن يشتغل عليها. بالظبط. آه. طالع فاكر سنه اولى دي حاجه عاديه كده وهعديها واخلص. وحاجة كمان قبل كده في النظام القديم يمكن نقول ما كانش فيه اهتمام بالمواد الأدبية شوية تمام. في سنة أولى. ده دلوقتي كانت بقت منعدمة. المادة ب60 درجة. كانت منعدمه. أيوة. دلوقتي المنهج في فلسفه سنه اولى ثانوي بقى صعب جدا. مش طبعا بقى فيه منطق كمان معاه. فلسفه ومنطق، ودي اول مره الطالب يدرس منطق في اولى منطق ثانوي. صعب. طب المنطق اللي نزله ده بتاع سنة كام بقى؟ تانية وتالتة. بتاع تانية وتالتة. هو خد منهج تانية وتالتة، وزعه. بدأ يوزعنا سنة أولى. مم. وبالنسبة لطالب أولى ده منهج تقيل جدا، إنه بيدرس مادة هو عمره ما درسها ولا سمع عنها ولا يعرف عنها أي أساسيات خالص. مم. فأنت بتاخد طالب بيتعامل مع مادة صعبة ومادة تقيلة، مع طالب بقى كمان عنده انعدام دافع مم. وواخد طاقة سلبية من صحابه. يعني دايما يلاقوا الصبيان كبر دماغك، عيش حياتك، الكلام ده ازاي؟ ده المبدأ معروف، تاخد اولى ثانوي جد، هتاخد تانية جد، هتاخد تالتة جد. هو نفس الشخص ما بيتغيرش، بتاع اولى هو تانية هو لا، تالتة. في بقى كتير بقى فكر خطأ يقول لك لا انا هكبر من اولى والتانية واهتم في تالتة. مم. حبيبي انت بتقول لنفسك كلام مش هتقدر تنفذه. صحيح مظبوط. وهو حصل له كده قبل كده كتير، يعني كتير قال لنفسه انا هروح اذاكر، انا هروح اعمل، وما بينفذش. فالطالب الشاطر والطالب المجتهد اللي بياخد اولى جد هو اللي بياخد سنة تانية جد، هو اللي بياخد تالتة جد. مم. احنا جايين من سنة تالتة نازلين لاولى. ايوه فانا جاي لك من المستقبل، ايوه صح. فانا جاي ابلغك من المستقبل ان انت لو ما خدتش اولى جد مش هتاخد تالتة جد. مم. واكبر مشكله مخليه الطلبه كده التكنولوجيا، رغم ايجابياتها، ولكن وجود التكنولوجيا في حياتنا خلقت وسائل ترفيه كتير بعدت الطالب عن الماده العلميه. وحضرتك كده خدتنا لحاجة مهمة جدا. مم. هل كان في ملهيات في وقت حضرتك في دراسة الثانوية العامة؟ ما كانش في فكره التكنولوجيا منتشره، كان مم. الملهيات كلها كان نلعب كوره، نخرج مع بعض، نقعد في الشارع شويه، نتمشى مع بعض، بس مش اكتر من كده. هنيجي لفقرة الهوايات دلوقتي بعد ما اه نخلص الحتة ايوه دي مش هنجيلها تاني هتلاقيهم. يعني. مفيش هوايات؟ هي القراءه بس أكيد يعني موجود. أكيد موجود. مم. طيب دلوقتي الطالب كمان بتاع سنة أولى بقى فاهم إن كان في مادة فيزياء وكيمياء وأحياء طبعا. ونضاف عليهم بعض الحاجات في الجيولوجيا، بقت علوم متكاملة كلها بقت بالظبط. ب60 درجة. ايوه. قدامها الفلسفة ب60 درجة. والتاريخ ب60 درجه. تمام. فده تغير كبير جدا في فكر الطالب المفروض يفهمه. تمام. مم. في بس نقطة كده بتكلم فيها في أولى ثانوي كمان، هي برضو نقطة مهمة. مفيش وقت عند الطالب مم. ما بين مدرسة ما بين دروس، هيروح ينام. فبرضو فكرة الضغط النفسي على الطالب في أولى ثانوي وانعدام الوقت اللي هو وقت المذاكرة، بالإضافة بقى لوجود ملهيات كتيرة زي وسائل مثلا التواصل السوشيال ميديا والموبايل بقى. والحاجات دي مم. كلها. فدي بقى اللي بعدت الطالب شوية عن المادة العلمية وخلت الشغف عنده يبدأ يقل. مم. فاحنا دورنا بنحاول نخلق الشغف عندهم تاني، نخلق الدافع عندهم تاني،
نعلمه ازاي يذاكر في ثانوي، خصوصا هو طالع من اعدادي وداخل على نظام تعليم جديد اسئلته كلها من خارج المنهج، صح. فازاي هو يقدر يتعامل معاها. لسه الموضوع جديد فده عليه. دورنا احنا بقى، ده بقى دور المدرس بقى. صحيح، مظبوط. كمان عايز اسال حضرتك على حاجه، يعني ايه اللي بيميز زكي فكري عن بقيه المدرسين؟ لا ولا اي حاجه. ازاي؟ انا عمري ما هقدر اوصل للنجاح ده الا ان كنت مميز فيه. ايه بقى الحاجه؟ هم طبعا مش هقول اللي هم مستر زكي بيقولها، هم اللي المدرسين الطلبه طبعا، بيقولوها. هم المدرسين طبعا يعني افضل مني بكتير وانا بتعلم منهم يعني. بس الفكره ان انا كل واحد له حته مميز فيها. بص، هو يعني التفاعل مع الطلبه هو اهم حاجه طبعا. مم. بس كله بيشرح. لا بس انا ممكن اكون استشفيت حاجه دلوقتي من الكلام اللي دار ده، العلاقه اللي اتبنت ما بين مستر زكي وما بين الطلبه. ما انا هقول لحضرتك يمكن ده بقى. احد اسرار النجاح. ما انا هقول لحضرتك الناس كلها بتشرح مم. وكله بيشرح ممكن احسن مني بكتير جدا. بس هل لو في طالب غاب هتهتم بيه زي الحاضرين؟ انا عندي الطالب اللي غايب بهتم بيه اكتر من الطلبه اللي حاضره. انا عندي الطالب اللي مستواه ضعيف، لو طالب واحد مستواه ضعيف اهتم بيه اكتر من 50 شطار. دي وظيفتي. مم. انا جاي عشان دول، مش جاي عشان الشاطر. انا جاي عشان مستواه ضعيف. تخيل يبقى معاك طالب مستواه ضعيف وتخليه شاطر. تخيل المتعه. ده التحدي الاكبر طبعا. تخيل المتعه، انت جاي علشان ده، دي وظيفتك. يعني انا ساعات الاقي مثلا مدرس يقول لك لا مش باخد غير الطلبه اللي مستواهم كذا. طبعا احنا قلنا طبيعه العمل مع طالب اولى ثانوي مختلفه. تمام. النقله هنا بقى ازاي انقل فكر طالب بعقليه 15 16 سنه تمام. لعقليه الطالب اللي كنت بتعامل معاه قبل كده اللي هو ثالثه ثانوي. دي بقى يا استاذ محمد معامله صعبه جدا. مم. ودي لحد النهارده احنا بنحاول ان انا اطور نفسي فيها. ازاي اخلي طالب في اولى ثانوي بسن صغير يتعامل مع الماده او يتعامل مع اولى ثانوي نفسها كانها ثانويه عامه، لان انا عايزه فعلا ياخد اولى ثانوي بجديه. مم. تمام. فبحاول ابني جواه فكره الاجتهاد. الاجتهاد يؤدي للنجاح. بحاول ابني جواه فكره ان اي جهد هو هيقوم بيه ليه فايده. مم. اي مذاكره هيعملها لها نتيجه حلوه، حتى لو ما كانش عليك درس فيها، حتى لو مش مطلوبه منك انت كونك تقعد مع نفسك وانك تقسم وقتك وتذاكر حاجه زياده عن الدروس المطلوبه منك يعني. ده هيعود عليك بفايده كبيره جدا. مش عايز تفكر في اولى ان اولى دي مجرد سنه هنجح فيها وخلاص، بالعكس دي بدايه رحله نجاحك. اولى ثانوي بدايه رحله نجاح اي طالب داخل ثانويه عامه. صحيح فعلا. ولازم انت كمان كطالب داخل اولى ثانوي تبقى انت مميز عن المراحل التعليميه اللي غير الثانويه. يعني في تعليم غير ثانوي وانت داخل ثانوي، ما تتعاملش معايا على ان انت طالب في مرحله تانية او مم. في تخصص تاني. انت ثانوي يبقى خليك قد الثانوي. دي بس الفكره اللي بحاول انا بتكلم عنها في طالب اولى. طيب كطلبة أولى وتانية وتالتة بقى، الطالب دلوقتي وخاصة في الوقت اللي احنا فيه ده بيواجه مشاكل كتيرة أوي. تمام. مشاكل في النسيان، تمام. عدم تنظيم الوقت، تمام. شعور بالقلق، حاسس انه ضايع. احنا عايزين نحط الطالب على يعني بداية الطريق، تمام. لكننا بنعمل له خطة دلوقتي يمشي عليها. بالظبط كده. ايه وجهة نظر حضرتك في ده؟ اقول لحضرتك اتفضل. بقى. اي طالب عايز يذاكر، اي طالب عايز يذاكر، مم. بس في طلبه كتير مش عارفه تبدا ازاي. عارف نقطه البدايه دي بقى هي اهم حاجه. فاحنا كمدرسين ممكن نزق الطالب ان ارسم له طريق البدايه وهو يجري عليه. فكره تنظيم الوقت اسمها تنظيم اولويات. مم. انت عندك مواد هتتوزع بطريقه معينه وطريقه حسب قدراتك وامكانياتك. ففكره الجدول لازم يكون متنوع يناسب ميول كل الطلبه، واهم حاجه كمان يناسب وقتهم. لان احنا اتفقنا هيبقى في مدرسه، هيبقى فيه دروس، فوقت الطالب مضغوط جدا ما بين تقييمات، ما بين حل واجب، ما بين مذاكره للدروس، ما بين مذاكره المفروض تكون مع نفسه من البدايه. مم. فده طبعا موقف صعب جدا. فمحتاج فكره تنظيم وقت كمان عشان ما يحصلش تداخل للمواد مع بعضها، وده اللي بيعمل نسيان. يعني مشكله طلبه اولى انها بتنسى. طب انت بتنسى ليه؟ بذاكر كميه كبيره في وقت قليل، تقوم كل المواد تخش في بعضها. فده عامل مشكله كبيره عند الطلبه. لازم برضو فكره توزيع المواد، تمام كده، وتوزيع وقتها بشكل ان هو ما يدخلش مواد في بعضها. مم.
كمان فكرة طلبة سنة أولى عشان تاخد الموضوع جد شوية، لازم الطالب يعرف يحل أسئلة. مشكلة طلبة كتير جدا جدا يبقى فاهم الدرس كويس جدا، وقاعد مع الأستاذ بتاعه الدرس شيق، لكن يجي يطبق عليه ما بيعرفش. دي طبعا أزمة. دي اكتر مشكله بتواجه الطلبه. لأن النظام الجديد مش معتمد بس على فكرة الفهم، ده معتمد على فكرة التطبيق. لازم تتعلم تطبق. علشان كده مذاكرتك لازم يكون الجزء الأقل فيها مذاكرة والجزء الأكبر فيها حل. واغلط، مم. اغلط وتعلم، الغلط مش عيب. فدي بقى الفكرة أنا عايزها في أولى ثانوي. احنا بقى مش عايزين نخليها معقوله بس، تمام احنا عايزين نتكلم على كمان طلبه تالتة. دول يهمونا طبعا. جدا. حضرتك لسه من شويه بتتكلم على فكره انا لو سبتهم كمدرس فانا لازلت معاهم كاخ وصديق. أكيد. احنا هنا بقى عايزين نتكلم ازاي الطالب يستغل الفترة اللي هو فيها علشان يقدر يوصل لأهدافه المستقبلية. نصيحة لتالتة ثانوي يعني، اه طبعا. أنا أنصح تالتة ثانوي بأنهم يبعدوا عن حاجة اسمها التراكم. مم. إياك والتراكمات، دي أكبر مشكلة ممكن يقع فيها طالب في تالتة ثانوي، إن يراكم عليه مواد. علشان كده طالب تالتة ثانوي محتاج حاجة اسمها إدارة وقت، تنظيم وقت. وتنظيم وقت طالب تالتة ثانوي لازم ما يكونش أقل من 8 ساعات مذاكرة في اليوم. مم. طالب تالتة 8 لو ساعات ذاكر مذاكرة. أقل من 8 ساعات مذاكرة في اليوم ما يجيش يطالبني بالمجموع اللي هو عايزه. طيب ازاي هنخلي طالب تالتة ثانوي ينظم وقته ما بين دروسه الخارجية وما بين الثمان ساعات؟ يقسم يومه ل3. ازاي بقى؟ 8 ساعات نوم، تمام. 8 ساعات دروس، مم. 8 ساعات مذاكرة. آه ده ممكن يمشي مع طلبة الأدبي، لكن طلبة العلمي أعتقد ممكن تبقى صعبة شوية. ماليش فيه، مم. يوفر لي وقت. وال8 ساعات مذاكرة يتقسموا نصين، 4 ساعات مذاكرة للمواد اللي هي فيها دروس مطلوبة منه، و4 ساعات مذاكرة دي مذاكرته هو يجيب من الأول. مم. ما تعتمدليش على الدروس 100%، اعتمد على نفسك شوية. انت مش طالب في أولى، انت طالب في تالتة ثانوي، عندك خبرة بثانوية عامة، طالب مش صغير. قسم يومك 8 ساعات مذاكرة، 8 ساعات نوم، 8 ساعات دروس. مم. 8 ساعات مذاكرة هتقسمهم لي 4 ساعات، ومش عايز مذاكرة مواد ياما، مم. ده انت عندك 4 ساعات هتذاكر فيهم واجباتك اللي عليك فيها دروس وامتحانات، والاربع ساعات التانية انت هتذاكر فيهم حاجات مع نفسك من الاول خالص، تراجع من الاول. في الاربع ساعات اللي هتذاكرهم من الاول اهم حاجة في كل ده الحل. حل كتير. حل كتير. انا لو في مادة هذاكرها ساعتين فانا ممكن اذاكر نص ساعة بس مذاكرة وساعة ونص حل. مم. ولما تحل وتغلط مش عيب، اعرف انت غلطت ليه، وخد المعلومة اللي انت غلطت فيها سجلها عندك في مذاكرتك. لازم تعلم من غلطك، دي اكتر حاجة هتطور الطالب، كده طالب بيطور شخصيته في صحيح. الدراسة. مم. خد من الطالب ده بقى احلى مجموع انت عايزه، خد منه الاول على الجمهورية لو استمر على كده. عايزين برضو حضرتك توجه نصيحة للطلبة والصحاب. الاصدقاء هم اكبر عامل سلبي في ثانوية عامة، مم. هم اكتر ناس ممكن تديلك طاقة سلبية في حياتك. تعرف يا استاذ محمد ان ممكن الطالب ياخد طاقة ايجابية من مين؟ من شخص ما يعرفوش. تخيل مجموعة كبيرة وانا قاعد فيها كطالب، والاقي واحد ما اعرفوش عمال يجاوب على الاستاذ اجابة نموذجية جدا، مم. اقول الله عليه، بسم الله ما شاء الله على الشخص ده، انا عايز ابقى زيه. شفت الكلمة دي بقى؟ مم. فاللي يديك طاقة ايجابية ممكن يكون شخص غريب، ولكن مفيش طالب هيتحسن غير لما يكون هو عايز يتحسن. مم. فعلا مهما دي حاولت معاه ومهما وفرت له امكانيات لازم يكون القرار نابع منه هو. احنا في اولياء امور يعني بهدلوا مع عيالهم، وفروا لهم جميع الامكانيات ومفيش. طبعا وفي ناس أكيد. منعدمة الامكانيات وعاملة شغل عالي. طبعا أكيد حضرتك مريت بمواقف كتير خاصة بأولياء الأمور. شفنا اللي ما تشافش، مم. ناس كانت بتبكي عشان عيالها تذاكر وتتجدعن، تزويق. وشفنا نماذج مشرفة، شفنا ده والتزويق وشفنا من ده، الدروس وتزويق من الدروس، وكان في افعال سلبيه كتير جدا يعني. بس احنا دورنا ان احنا مع دول، دوري مع دول، مم. تركيزي مع النوعيه دي من الطلبه. والمتعه بقى كلها المتعه ان انت تقدر تغير من شخصيته،
هي دي بقى التركايه بقى في المدرس بقى، ودي الوظيفه الاساسيه ليه. اللي هو انت الدور جاي عشان ده. التربوي. ده فعلا اه دور طبعا انت التربوي اب، مهم انت جدا. اب قبل ما تكون مدرس. ده صحيح. مم. طيب لو خدنا من حضرتك دلوقتي نصيحة، مش للطلبة، على مدار مسيرة حضرتك التعليمية، لو عايزين ننصح المدرسين الجدد في نفس التخصص اللي خلاص القرار اتطبق عليهم وهم دلوقتي مثلا في سنة تالتة أو رابعة جامعة أو لسه مدرسين صغيرين، ايه اه الحاجة اللي يعني، ممكن يعملوها دلوقتي؟ يعني قصدك نصيحة مدرسين، للمدرسين مدرسين الجدد. مبتدئين يعني في بالظبط. في الشغل وكده صحيح. يعني. انا انصح اي مدرس مبتدئ، مم. انصحه بكلمه اسمها قلب مفتوح وعقل مستعد. لا اشرح لي. قلب مفتوح وعقل مستعد. مم. قلب مفتوح ان انت علاقتك مع الطالب تبقى فيها تفاعل، في قرب بينك وبينه بحدود تفقدش شخصيتك. حلو ده. انزل بمستواك لسنه مم. دون ان تفقد شخصيتك. انت في الحصه لازم ليك كاريزما بتاعتك، مم. بره الحصه احنا اصحاب. فاول حاجه القلب المفتوح، تفاعل مع الطالب. العقل المستعد، تحضر دروسك كويس جدا، حضر دروسك كويس جدا، تطلع، يكون عندك رغبه في المعرفه، طبعا. يكون عندك فضول، يكون عندك حب استطلاع، يكون عندك تطور من معلوماتك. الحاجه الثالثه وخطيره جدا ومهمه جدا، ودي نصيحه لاي مدرس مبتدئ ربنا يوفقه يعني، يلا. اوعى تخاف من الغلط. كلنا بنغلط، كبير صغير نمبر وان اخر مدرس، الكل بيغلط. اوعى تخاف من الغلط، مش عشان انت غلطت دي نهاية شغلك ونهاية مطافك، بالعكس الغلط هيطور شغلك. استفيد من غلطك واطمن. دي فكرة نصيحة يعني نصيحة غالية جدا 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 ربنا يعني يوفقهم بصراحة. دايما يعني. يا رب. طيب على مدار الفترة دي كلها أكيد حضرتك اكتسبت مهارات كتيرة جدا، عايزين نعرف بقى إيه المهارات في حياتي والخبرات اللي عامة ولا في اكتسبتها؟ الدراسة يعني؟ طبعا. والله في الحياة، في الدراسة، ليك مجال الحرية تقول اللي حضرتك عايزه. هو طبعا يعني مش بفضل بس الشغل، بفضل كمان التخصص يعني مم. في مجال علم النفس والفلسفة يعني. من اكتر الحاجات اللي فادتني في المجال ده فكرة القيادة. انت مم. تكون قائد، انت مسؤول عن اكتر من شخص، وانت المسؤول الاول والاخير عنهم، وانت المسؤول عن مستقبلهم. انت اللي غلطة منك هتضيع جيل، فانت لازم تكون حذر جدا في المعاملة معاهم، وحذر جدا في اللي بتقدمه لهم، مم. ولازم تعرف تاخد قرارك صح. فكرة القيادة اتعلمتها من الدروس، وفكرة اخذ القرار بدون اي تردد، دي فكرة يعني طورتني جدا من الدرس ومن علم النفس. كمان مهارة إدارة الوقت، دي أنا الوقت هو أكتر حاجة ممكن يمتلكها الإنسان. مم. كمان أكتر حاجة استفدت منها حتة الأفكار. أنت مدير أفكارك، لازم تحط في دماغك أفكار إيجابية علشان تلاقي منك أفعال إيجابية. أفكارك هي أفعالك، وأفعالك هي عاداتك، وعاداتك تحدد شخصيتك ومستقبلك. فأنت مدير أفكارك. نصيحة غالية جدا آه. لكل الناس يعني بصراحة. طيب عايزين نعرف بقى ايه هوايات حضرتك دلوقتي، او ايه الهوايات زمان وايه الهوايات دلوقتي؟ زمان زمان في ايام الطفولة الدراسة يعني، بقى. أيام الطفولة طفولة بقى كان لعب ودراسة. كرة القدم يعني. طبعا أنا مم. كنت حارس مرمى قوي جدا. بتاع حارس مرمى. وزملكاوي، مم. مم. وزملكاوي جدا. يعني مشفق على حضرتك والله. لا لا طبعا احنا يعني أقوياء جدا، بس بالمنطق احنا يعني، صامدين يعني. بالمنطق الناس بتتولد اهلاوية يعني. ده انا عندي العيال في الدرس مم. حاجه رهيبه، ذل، اه ولكن صامت. طبعا سنظل يعني مبدأنا اوفياء. معروف يعني، الحب راح ويبقى الزمالك. طبعا طبعا. مم. والله الزمالك يعني كان الله في عونه. انت اه اهلاوي ولا زملكاوي يا عبد؟ اهلاوي. ما انا اصل انا بقول لمستر الانسان بيتولد طبيعي اهلاوي، مم. ففكره ان انا اخترت اكون زملكاوي دي صعبه قوي. لا ده الزمالك في القلب. الزمالك طبعا في القلب. طبعا. طيب والهوايات دلوقتي؟ هو حاليا هواياتي دلوقتي هو القراءة. مم. بحب اشتري كتب. في المجال والتخصص ولا في حاجات تخصص، تانية؟ لا التخصص بتاعي بصراحة مم. يعني ملاش في اي حاجة تانية.
المجال اللي هو التنمية البشرية وعلم النفس والفلسفة، ده احب اشتري فيها كتب جدا يعني واقراها. زائد بقى في هوايات بقى تانية، بس يعني فضايح بقى. والله يعني نحب نسمع يعني. يعني الاكل بقى. الاكل، ما انا عارف الموضوع الاكل ده، بقى عارف انا الموضوع ده. لا انا استاذ بص، زكي بيعز الاكل. يعني جدا. اه. لا ذواق يعني انا. ذواق ولا بعز الاكل؟ الاتنين. يعني ما طب باكل اه، لحد ما الدنيا تمام ولا ايه؟ ما الدنيا بايظه عندي الدنيا بسبب بايظه، الموضوع اه. ده. لا مفيش، بس ما عادش يعني في لياقه خلاص بقى. يا خلاص ما عدناش هنقف جون تاني. لا خلاص ما عادش مم. في رياضه بقى، الرياضه كل حاجه لها قلت. فترتها طبعا. ايوه. يعني دلوقتي القراءه القراءه، انا احب في القراءه المجال. جدا، احب مم. القراءه جدا جدا، وعندي كتب، بحب اشتري كتب كتير. مم. دي نقطه ساعدتني في شغلي كمان يعني. اه طبعا، كنت لسه اقول طبعا. لحضرتك ده بيفيد طبعا في يا نهار مجالك ابيض، اكتر يا نهار واكتر. ابيض، طبعا هو ده اساس الشغل اصلا يعني. الماده العلميه انت تطورها وفكره التكنولوجيا تفعلها في شغلك، انت كده عايز ايه تاني؟ مم. انت كده وصلت. طبعا. مم. طبعا يعني حضرتك دلوقتي بدأت تتجه بشكل كبير جدا للسوشيال ميديا، يوتيوب، الحاجات يعني دي. كبدايه يعني، ده تعتبر هي لسه انا بادئ في المجال ده حديثا يعني، وتوفيق من عند ربنا يعني. الاكتر دلوقتي بنستهدف سنة اولى. لان هي ده اولى، وفي تانية طبعا، بس تانية ادبي عادتها بتبقى خفيفه شويه. اه. فانا مستهدف سنه اولى حاليا، مم. لحين رجوع الماده تاني لثانويه عامه. تالتة سنة. لان الماده ماده اساسيه، فكلمه الغاء علم النفس والفلسفه حاجه صعبه. صدمة كبيرة طبعا. ومش فكره الصدمه، مم. فكره ماده لا يمكن الاستغناء عنها. مم. فان خد قرار الايام دي بالغاء المواد الفلسفيه، فالدنيا بتتغير، واي تغيير هيجي لازم يرجع المواد دي لاهميتها. مم. اعتقد ان السنة الجاية ممكن يكون في كلام بص تاني. حضرتك، احنا يعني مش احنا بنصدق الافعال مش بنصدق الكلام، مم. ولكن احنا واثقين جدا في اهميه الماده واهميه التخصص بتاعنا. بس هو كان قرار يعني، هل قرار متسرع قوي ولا؟ قرار غادر، مم. كان في نوع من الغدر. تعتقد حضرتك ان ده كان قرار مدروس ولا قرار لتوفير عدد مدرسين مثلا؟ انا اعتقد توفير عدد مدرسين فقط لا غير. مم. ولكن مع ذلك دلوقتي فتحوا لهم العمل بالحصة. حضرتك الفلسفه موجوده من ايام الفراعنه، فعلا، وقبل كده كمان. تمام، لحد دلوقتي. مم. وفي كل فتره الفلسفه بتغير شخصيتها، بتطور نفسها على حسب العصر اللي هي فيها. فما تجيش تقولي بقى الفلسفه مش بتواكب العصر، انت مم. كده لا قاري ولا عارف حاجه في الفلسفه خالص. يعني ممكن نعتقد ان السنة الجاية يكون في كلام تاني. ان شاء الله، مم. ان شاء الله في كلام تاني كده جامد ممكن يعني. طالب تانية يدرس فلسفة بس ولا الاتنين مع بعض؟ مش عارف صدقني، مش عارف هم المسؤولين هم مش دلوقتي طالب اه اولى بيدرس الفلسفة في اولى الفلسفه ثانوي في اولى ومنطق، اجباري، طبعا فلسفه وتانية ومنطق، علم نفس واجتماع. وتاني علم نفس صح واجتماع. كده؟ ايوه بالظبط. مم. يعني لو في تغييرات هتبقى هتبقى في ثالثه، في تالتة. في ثالثه ثانوي ان شاء الله. مم. والله نتمنى عودة المادة لمكانتها الطبيعية، انا لان هي اتمنى غير عودتها كده كمان لاهميتها. بتخدم المجموع. بتخدم المجموع مم. وبتخدم الطالب نفسه. صح. انت فكره طالب يعزز ثقته بنفسه، يطور شخصيته. يعني فكره التنميه البشريه هي فكره البدايه لاي انسان. مم. الماده مهمه للانسان، هو الجانب الجسمي مهم للانسان وغير النفسي؟ ده الجانب النفسي مهم زي الجانب الجسمي. اي مشكله نفسيه بتاثر على الجسم. فعلا صح. فانا مش هاخد زاويه واسيب الزاويه التانية. لا مظبوط. طبعا، لازم يكون في تكامل. على طوال فترة حضرتك يعني في مرحلة التدريس أكيد مريت بفترات صعبة جدا يعني مع الطلاب، فعايزين حضرتك تحكي لنا بقى موقف صعب مر مع طلابك. موقف صعب مره مع طلابي، مم. مفيش اصعب من ان انا الاقي طالب من الطلاب بتوعي واقع في ازمه ومشكله كبيره. مم. يعني مفيش اصعب من ان انا الاقي طالب عندي جاله حاله اكتئاب، جاله نوع من اليأس والاحباط والاستسلام، ومش عايز يكمل. وهنا بقى يظهر دورنا، مم. لان احنا دورنا مش مدرس، احنا دورنا اب ومدرس في نفس الوقت. كمان من المواقف الصعبه جدا ان انا الاقي طالب عندي وانا بحبه ومحترم، وليه متجه لسكه الادمان. الإدمان في طبعا، المرحلة دي. طبعا. مم. ودي من اخطر ده كلام المراحل، خطير قوي ده. من اخطر المراحل اللي ممكن تلاقي فيها حاجه زي كده. مم. وفي الحاله دي انت لازم تقف، ولازم ما تسيبوش. بلاش تهدر كفاءه بشريه، الطالب ده كفاءه بشريه، فاوعى تسيبه يضيع منك، وتفضل مصمم لحد ما يرجع تاني احسن من الاول. ولكن اصعب موقف بيمر عليا كمدرس ان انا اسمع خبر وفاه طالب عندي او طالب عندي. دي اكتر
حاجة ممكن تكسرني. ألم الفراق صعب جدا طبعا، خاصة في السن ده. في السن ده. مم. واحنا سمعنا اكتر من خبر حصل في الدرس عندنا، واتصدمنا بشكل قوي جدا يعني. ربنا يرحمهم جميعا ويصبر ربنا أهلهم يرحمهم يا رب. جميعا، يا رب وربنا اللهم يحافظ آمين. على الكل يعني. اللهم امين يا رب. وفي نهاية اللقاء يعني احنا من اسعد الحاجات اللي حصلت ان احنا عملنا اللقاء الجميل ده. حبيبي. لو في اسئلة احنا قصرنا فيها، لا انت عصرتني وانت طيب سبت في لي اسئلة حاجه. حضرتك اتضايقت منها مثلا؟ لا خالص، بصراحه كان لقاء جميل وشيق جدا معاك حلو يا أوي. استاذ محمد يعني. طيب ايه بقى الاسئلة اللي لو حضرتك عملنا كده تبديل للاماكن تحب انا تسألها باخد لي؟ المكان يعني بقى. بالظبط. طب ثانيه بقى من ما غير اقعد ما بقى. نبدل بقى. لا انا هقعد قاعده بقى ماشي. كده. انا شايف قناه اليوتيوب بتاعتك يعني اسمها ما شاء الله عليها، عامله انفجار قوي جدا الحمد لله. يعني. انت شايف نفسك ايه في المجال ده، في مجال الميديا ومجال اليوتيوب والحاجات دي؟ والله هو برضو يمكن المجال بالنسبة لي بدأ متأخر شوية، لأن السنة بتاعت كورونا اللي عملت ضجة كبيرة للمدرسين كنت أنا موجود فيها في الجيش، تمام. فيمكن ده بقى اللي أخرني شوية. امم. لكن على القناة أنا فكرت في البداية إن أنا أساعد الطلبة في المقام الأول، إن يعني انت أنا أنزل عملتها المنهج شامل. كشغل للدرس عندك تخدم بيها الطلبة مش بتوعك. بس الدرس عندي، لأن أنا اه ما استهدفتش بس طلابي أنا تمام. استهدفت طلاب الجمهورية كلها، كويس ان جدا. انا ابدا اساعد كل الطلبه. فانا دايما بقول اللي هو ايه، انت فكر عالمي ونفذ محلي. فكر عالمي عالمي ونفذ محلي. ونفذ محلي. ده بالظبط. مبدأ كويس جدا يعني. يعني او ده دايما مبدأ انا هاخده في حياتي بقى استفيد بيه حاجه يعني. تشرفني طبعا. ربنا يخليك. فدايما بشوف الناس بتطور ازاي، تمام. الناس التانية بتعمل ايه المحتوى اللي هم بيقدموه. يعني انت متابع فكرة التطوير العالمي يعني. انت اكيد طبعا. انا مش عايز شغلي يكون مقتصر على الجزء المحلي اللي انا فيه فقط. بالظبط. ودايما مم. لما بتسأل انت بتنافس مين، انا في الحقيقه ما بنافسش حد، تمام، حاجة انا كويسة. بنافس نفسي بتاع امبارح. يعني انت مركز على هدفك، عليا بس انا اهداف اكتر من اشخاص يعني. باصص مم. في ورقتي جدا يعني، كويس جدا، ما حلو. ببصش في ورقه حد. هو ده بقى الشخص الناجح اللي هو مش بيركز على كلام الناس ولا حاطط ناس في دماغه. مم. هو باصص لهدفه، وربنا يوفقك دايما ان يا شاء رب الله. اللهم امين. ففكره القناه والسوشيال ميديا والحاجات دي مم. هي حاجات كده مترتب لها اكتر من فتره يعني. بدانا بالفتره الاولى، بعد كده يعني ربنا يسهل بقى في الحاجات اللي جايه ان شاء الله. ربنا يوفقك يا حبيبي لكن دايما ان اكيد شاء مش الله. هنقف في مساعده الطلبه، دي حاجه في المقام الاول معموله يعني. ربنا يكرمك فيها ان شاء الله يا رب. يا رب ان شاء الله. لكن هو المفروض ان الاسئله ما تبقاش كده يعني، انا هكون الصامت وحضرتك المتحدث يعني في غالب البودكاست. مم. لكن في النهايه يعني انا سعدت جدا بمقابله حضرتك. حبيبي ربنا يخليك. وبس دي مقابلة بعد ما يقرب من حوالي 11 او 12 سنة يعني تقريبا بتاع 12 سنة. اه وطبعا احنا بنرتب للقاء ده بقالنا فترة كبيرة. بقالنا فترة يعني. بقالنا فترة الحمد كبيرة، لله وكل ربنا مرة سمح نرتب بالوقت، وبتاع. معلش الحمد كان لله بيحصل جت. ظروف بس كده. الحمد لله الوقت ظبط ان يعني. شاء الله خير فيا رب يكون الرسائل اللي حضرتك وجهتها لكل الطلبة تكون رسائل مفيدة ليهم، اتمنى ذلك صدقني يعني. وقصة حياة حضرتك تكون قصة ملهمة للمدرسين ان هم يبدأوا خطوة، وللطلبة ان هم يشوفوا قدوة بالنسبة لهم، ويعني يمشوا على نفس الخطة بتاعتهم. يا ربنا يخليك يا حبيبي ان شاء سعيد الله. جدا بتواجد متشكر حضرتك خالص يا معانا حبيبي، والله يعزك دايما يعني. يا رب اللهم امين. في النهاية طبعا بنحب نشكر مستر زكي على اللقاء الممتع ده، ونتمنى ان حضراتكم تكونوا يعني استفدتوا من المحادثة الجميلة اللي تمت. في الحقيقة انا استفدت اكتر، يمكن استفدت اكتر كمان من من المدرسين المبتدئين اللي هيشتغلوا على نفس الخطوات ونفس المبادئ اللي مستر زكي قالها. نتمنى دايما نكون موجودين معاكم، ونشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.